اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده بقى راجعين بقى بوصفه جديده كده نتحدى بيها الشتاء. هنعمل بقى شويه عدس، انما ايه تحفه. هنعملهم بطريقه جديده وجميله، هتعتمديها بعد كده على طول في مطبخك. لو جربتيها مش هتبطلي تعمليها. بصوا ما شاء الله عليه شكله جميل ازاي، والطعم بقى مش قادره اقولك. يلا بقى نسمي بسم الله الرحمن الرحيم ونخش بسرعه على المقادير. معايا هنا حله على النار. هنعمل بقى العدس معانا بطريقه جديده. هنحط كده معلقه حلوه من السمنه، طبعا بقى اي نوع سمنه انت بتحبيها، نباتي بقى او بلدي اللي انت بتستعمليه طبعا. وهنجيب كمان عليهم شويه زيت صغيرين كده عشان ما السمنه ما تتحرقش. وهنستنى بقى لما كده يدوبوا مع بعضهم كده، وهنبدا بقى نشوف احنا هنعمل ايه مع بعضنا دلوقتي. هنعمل العدس النهارده يا جماعه، بصي هتعشقيه لو جربتيه بالطريقه دي. بعد السمنه ما دابت كده معايا ومعاها الزيت كمان، هبدا بقى انزل بقى معايا بالخضار اللي انا معاه. انا قطعه كده قطع صغيره. معايا هنا فلفل حامي وفلفل رومي وبصلتين كده حلوين وكمان جزرتين. وكمان معايا هنا طماطم انا كنت مجمداها في الفريزر، شلت بس منها القشور منها عشان خاطر ما تبقاش معايا فيها قشر كده. هبدا بقى انزل كده كل الخضار كده مع بعضيهم، يعني لوحديهم كده مع بعضيهم. هبدا بقى ان انا اقلبهم كده تقليبه حلوه واشوحهم على النار. اديهم بقى تشويحه كده حلوه. الخضار معاكي بقى يدبل وريحه تطلع كده معاكي بتاعه الخضار، وبصي هتقلبي الدنيا بالعدس ده. طعمه حلو وجميل وكمان طريقته جديده. هنزل معايا كده برضو بمعلقتين كبار كده من التوم. التوم ده انا كنت مفرزاه عندي في الفريزر، طبعا لو انت عندك توم صحيح ممكن تنزلي كده يعني بخمس ست فصوص توم كده حلوين. وزي ما انت شايفه كده بعد ما الخضار كله معايا دبل كده مع بعضه، هبدأ اشوح فيه كده كل شوية. هنزل بقى معايا هنا نص كيلو من العدس الاصفر. ده عدس اصفر يا جماعة، انا غسلته كويس اوي وصفيته. هبدأ بقى ان انا اقلبه كده واديله برضو تشويحة كده مع الخضار. هسيبه بس كده قد دقيقة برضو تشويحة كده بسيطة. وبعد كده بقى هنزل بقى معايا هنا كده بالتوابل بتاعته. معايا فلفل اسود وكزبرة، شوية كمون صغيرين كده. وكمان هنحط لهم كده مكعب مرقة كده حلو من اللي هو اللي هي ماجي. هنبدأ برضو نشوح كده فيهم شوية لمدة بس كده دقيقة. وبعد كده هنزل عليهم بقى بمقدار كده مية من سخنة من الكاتل بتاعك. لازم تكون مية سخنة عشان ايه يتفاعل معاكي على طول زي ما انت شايفة كده. هبدأ ان انا اقلبه بقى كده شوية، وهبدأ بقى ان انا اسيبه. احلى حاجة في العدس لما بتيجي تسويه ما تسووش تسويته 100%، يعني بتسويه بنسبة مثلا 75% كده، بيديله طعم حلو قوي. وهنا بس عشان اعلي التست بتاع العدس معايا، كان معايا هنا مصور في الفريزر، طلعتها كده وغسلتها كويس قوي وابتديت ان انا احطها كده مع العدس. طبعا هتنزل بقى كل البهاريز اللي فيها وهخلي العدس طعمه حلو قوي ومميز. ومعايا هنا كمان بصلتين كده خضر، هبدا ان انا اقطعهم كده وهغطي الحله بس ههويها وهسيبهم بقى على النار كده زي ما قلت لك يسووا 75%. هنا بعد ما خلاص طلعتهم كده من على النار، هبدأ ان انا احطهم كده في الخلاط وهضربهم زي ما انتم شايفين. بصوا اللهم بارك، العدس معايا تقيل وجميل قوي ولونه جميل قوي وطعمي مش قادره اقولك عليه عامل ازاي. هبدأ بقى ان انا بقى ايه ابدأ اظبط له بقى كده ايه الحاجات اللي انا هحطها فيه. معايا هنا شويه زيت ومعلقه برضو من السمنه كده. هبدأ بقى انزل عليهم بقى بمقدار كده من الشعريه، يعني كوبايه الا ربع كده من الشعريه زي ما انتم شايفين كده. هبدأ ان انا احمر الشعرية. طبعا في ناس ما بتحبش الشعرية في العدس، لو انت ما بتحبوش ممكن تستنى عن الخطوة دي خالص، بس صدقيني تدي له طعم حلو قوي. هبدأ ان انا اشوح كده معايا الشعرية لحد ما تحمر. هبدأ بقى انزل معايا هنا بقى بالعدس اللي انا كنت ضربته في الخلاط. زي ما انتم شايفين ما شاء الله اللهم بارك، قوامه تقيل وطعمه تحفة قوي. هبدأ اقلبه بقى كده وهزود له بقى الملح بتاعته والبهارات، اللي هو لو مثلا كان يعني دلع بتظبطي بقى انت الملح بتاعه. وبس كده بيبقى معاكي جاهز وما شاء الله عليه بيبقى جميل جدا. هرجع برضه احط له شويه فلفل اسود كده برضه بيديله طعم حلو قوي في الاخر. هسيبه بقى مثلا يغلي كده مقدار غلوه واحده بس، وخلاص كده هيبقى مجهز معايا. هبدا بقى ان انا اعمل له بقى ايه طشه حلوه كده من البصل. قطعت بصلايه كده صغيره خالص زي ما انتم شايفين. عايزه اقول لك لما بتعملي طشه كده للعدس ببصل وثوم مع بعضيهم بيديله طعم حلو قوي وبيعلي من الطعم بتاعه. حطيت كده بصلايه مع معلقتين صغيرين من الثوم. وهبدأ ان انا احط معايا هنا كزبرة ناشفة طبعا عشان خاطر الثوم. وهنا بقى معايا بقى هنا بقى يعني بصوا الطعم اللي هيفرق جدا في العدس، معلقة صغيرة من اللي هي الضاني، بتعلي قوي من تيست العدس بتاعك وبيخلي طعمه تحفة جدا. معلقة صغيرة كده خالص مش كبيرة بس بتبقى جميل قوي معاكي. وهنا خلاص العدس معايا غالي كده خلاص على النار. هبدأ بقى ان انا ايه انزل بقى بالطشة دي كده زي ما انتم شايفين. ما شاء الله اللهم بارك، كان طعمه حلو قوي وكان جميل جدا. فعلا طعمه مميز وتحفة بجد، حاجة كده في الشتا تدفينا، اكله كده حلوه.
ما شاء الله مش هنقول بقى عليها ان هي بقت اقتصاديه، بس هي فعلا ما شاء الله اكله جميله جدا. انا من عشاق العدس الاصفر دون. تقدري بقى ان انت بقى تغمزيه بقى كده لو انت حابه، او تعملي له تسقيه طبعا زي ما انت حابه تاكليه. ده بيكون شكله النهائي، وما شاء الله كان ريحته جميله جدا، والطعم كان مميز جدا جدا. بتمنى ان انت تجربي الطريقه بالوصفه دي ان شاء الله باذن الله، وتقولي رايك في التعليقات. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.